اهلا وسهلا. تحيه طيبه لكل الاحباب، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا فيديو اللي غادي يكون رد على التنزانيين ديال الداخل قبل التنزانيين ديال الخارج، وطبعا كذلك رد على زميل مكوينة الصحفي الجنوبي افريقي بناء على مجموعه من الرسائل توصلت بهم. فكان ضروري على انني نتواصل مع مسؤولي فريق النهضه بركانيه باش حتى انا انني نعرف قبل ما غادي نخرج ونوضح الامر. فطبعا كلشي كيتكلم على واحد القضيه اللي هي ديال ان مسؤولي فريق النهضه بركانيه او الفريق البرتقالي كان عنده السبق وكان عارف قبل القرار ديال الكاف، يعني فين غادي تلعب مباراه ديال الاياب نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه. يعني بركان كان هذا الخبر قبل، هادشي اللي قال الصحفي الجنوبي الافريقي، هادشي اللي تبناوه التنزانيين ديال الداخل قبل التنزانيين ديال الخارج. طبعا اللي بداو كذلك يتكلموا على هذه النقطه وكأن زعما المغرب هو اللي كيتحكم في دهاليز ديال الكاف. فانا بدوري قبل ما نتكلم ونجاوب من الطبع ديالي خصني على انني اولا نتكلم مع جهات كبيره بفريق النهضه بركانيه ومسؤولي الفريق البرتقالي باش انني نعرف يعني واش فعلا كاين هذه القضيه هذه، خاصه وان الدليل اللي تكلم عليه هو ان الحجز الفندقي بمدينه زنزبار المكان اللي غادي تلعب بها المباراه، فهو قال بانه كانوا عارفين قبل والحجز كان يوم امس، على ان القرار اللي توصلوا به المسؤولين او الفريق بجوج فكان صبيحه هذا اليوم. فاكدوا لي المسؤولين ديال فريق النهضه بركانيه فعلا بان توصلوا صبيحه هذا اليوم تقريبا ديك 10 ولا 11 وصل لهم الايميل كما وصل سيمبا التنزاني. سيمبا اختارت على انها تنشر في الصفحه ديالها في نفس التوقيت بانه غادي يتم الاعلان ديال مباراه الاياب، يعني حتى المباراه الذهاب حاولوا على انهم ما يخرجوش اللاعبين بالتركيز ديالهم وهم عارفين المعلومه، في حين ان مسؤولي فريق النهضه بركانيه اختاروا على انهم ينشروا الخبر لانصار فريق النهضه بركانيه في الصفحه الرسميه. فانا سولت طرح سؤال، واش فعلا كان عندكم حجز بزنزبار يوم امس؟ جواب كان واضح استلاغي، حنا كان عندنا حجز بدار السلام في جوج ديال الفنادق مصنفه وعندنا جوج بمدينه زنزبار، يعني 4 الفنادق اللي حجزهم فريق النهضه بركانيه اسبوع قبل، ولكن حتى شي فندق مازال لحد الان ما تكونفيرما. علاش درتوا هذه القضيه هذه؟ فالجواب كان واضح، حنا كنديروا جميع الاحتمالات جميع التصورات، ما غاش ننتظروا حتى الاخر لحظه وعاد غادي على اننا نمشيو للحجز. اولا على مجموعه من المعطيات خاص تحجز قبل الى الفنادق عمرو ولا مشاكل اخرى و لان الطاقم التقني في هذيك اللحظه راه ما غاديش يرحمك، وبالتالي انا كمسؤول اداري فضروري على انني نمشي في الطرح ديالي، ولكن عندي الامكانيه ديال انني ندير انيلاسيون. فمشينا لدار السلام داروا الحجز ديالهم في جوج ديال الفنادق اسبوع كما قلت، كذلك بزنزبار اسبوع كذلك جوج ديال الفنادق. قال لك من بعد من وصلنا بالقرار حاليا فطبعا على اننا غادي نديروا انيلاسيون ديال دار السلام، غادي يبقاو جوج ديال الفنادق ديال زنزبار، ما غاديش نديروا حتى شي حاجه. من بعد المباراه ديال الذهاب بشكل مباشر غادي يمشي الوفد اللي كيسبق غادي يوصلوا تما وغادي يشوفوا هاد جوج ديال الفنادق، فالفندق اللي عجبهم هو اللي غادي تكون فيرما، هو الفندق اللي غادي تختار واحد صافي ما غاديش يبقى. هذا هو الطرح اللي مشاو فيه مسؤولي فريق النهضه بركانيه. الصحفي الجنوبي افريقي فهو مشى جاب معلومه فقط على انه البارح في واحد الفندق، في حين انه كما قلت مازال حاليا ما كاين حتى شي فندق تكون فيرما، يعني كما نقولوا بشكل رسمي، فيما الحجز الاولي فهو كان في 4 الفنادق وجميع الاحتمالات فهما داروها. اما هذه القضيه ديال انه سبقوا الاحداث او ما سبقوش الاحداث، واش فعلا المغرب عرف ولا ما عرفش؟ اولا ما نساوش بان جميع مسؤولي الكره الافريقيه راه كاين مكتب تنفيذي وكاين لجان وكاين، انا حطيت الخبر قبل ما تحطوا الصفحه الرسميه وقبل ما يحطوا المسؤولين ديال النهضه بركانيه وقبل سيمبا. علاش؟ لان الخبر اولا تسرب البارح عن طريق الصحافه المصريه لانها عايشه في اللجان ديال الكاف، فما بالك على انك انت عندك نائب الكاف وزعما ما غاش يوصلوا الخبر هذا فيما يتعلق الا مشينا بالطرح حنا كمغاربه. ولكن اللي زعما يؤلم القلب هو انني تشوف ابناء الداخل على انه ينتقدوا ولد الدار ديالهم فقط لانه جات واحد القرار في صالح الكره المغربيه على انه تلعب المباراه في 80,000 متفرج غادي تلعب في 14,000 متفرج، رغم انني انا عندي اعتبارات اخرى. فبالنسبه لي دار السلام فيها نقاط ايجابيه وفيها نقاط سلبيه، كما زنزبار فيها نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه. من النقاط السلبيه لانه زنزبار هي مدينه سياحيه وماشي ديال كونسونطراسيون بالنسبه للاعبين، وما غاش تلقى شي فندق اللي تكونسونطرا فيه. هذه من النقاط السلبيه بالنسبه لي.
على عكس دار السلام اللي تقدر تلقى فيها ظروف افضل بكثير من الظروف اللي كاينه في زنزبار من ناحيه الفنادق. اللي بغى يتبرع وينشط كما نقولوا راه زنزبار، واللي بغى الكره ويتكالما راه بالنسبه لدار السلام. ولكن في التيران العكس، زنزبار فبالنسبه ليا افضل بكثير على الملعب ديال دار السلام. علاش؟ لان فيه واحد الضغط كبير. فصراحه كما قلت يؤلم القلب انك تشوف جماهير مغربيه محقا لانها ما تشجعش. يعني كاين بعض الجماهير محقها ما تشجعش، حتى واحد ما غادي يلومها، حتى واحد ما غادي يحاسبها، ولكن باش تجتهد وتزيد بارطاجي وهي تقلب باش انه تقول بان النهضه بركانيه كان عندها الخبر قبل من سيمبا. واش انت تابع لسيمبا؟ واش انت تنزاني؟ ورا سمعنا المره اللي فاتت كونغوليين، دابا سمعنا تنزانيين، دابا كل مره في التوجه. راه عيب على واحد مغربي حر، راه عيب على انه يمشي. ماشي كنقول يشجع ضد الفرقه ديالو، راه من حقك تشجع، من حقك تتبع. انا بعدا بالطبع ديالي مثلا انا كعبد ربي انا عندي واحد الثقافه ديالي بوحدها شويه. انا اولا دائما كنشجع كاع الفرقي خارجا، وحتى الا شي فرقه انا سيدي كاع ما بغاش تعجبني انا مستحيل انني نمشي ضدها في المسابقات القاريه، نسكت فليقل خيرا او ليصمت. اما باش نخرج ونبقى نضعف انا الفرقه ديال البلاد ونضعف المسؤولين ديال البلاد فقط لان فرقتي انا ما تمشاتش معها الكره، او فقط بان فرقتي ما كانتش مزيانه، او فقط فرقتي انها ما مشاركاش، هذه كتسمى انانيه وكتسمى ماشي رجله، وكتسمى بانه واش نقول لك ما تسماش. وفيما يتعلق بالنقطه والاسئله، اما فيما يتعلق بالاسئله اللي طبعا كيطرحوها مجموعه من انصار فريق النهضه بركانيه فيما يتعلق بالمستجدات ديال الفريق البرتقالي، ناكد لكم بان فريق النهضه بركانيه يعني غادي في الحصص التدريبيه ديالو بشكل طبيعي وعادي. اللاعب فاليري فهو رجع للتدريب ولكن بشكل انفرادي في انتظار على انه يرجع اليوم للمجموعه. الا قدر يرجع للمجموعه فهو كيعتبر امر ايجابي، وبالتالي فريق النهضه بركانيه ممكن على انه يربح واحد اللاعب في النهائي ديال الذهاب ولو دقائق قليله. نكون اكثر واقعيه فيما يتعلق بن كيبان لي مستبعد على انه يكون في المباراه ديال الذهاب، لانه اصلا ما كيترينيش ولو بشكل انفرادي. هذا فقط للمعلومه باش نكونوا واقعيين كذلك مع انصار فريق النهضه بركانيه. الامور المتعلقه بالبروغرام والندوات الصحفيه غدا غادي يكون اسامه المليوي مع معين الشعباني. اليوم عندهم حصه تدريبيه في هذا تقريبا واحد جوج سوايع غادي تنطلق الحصه التدريبيه ديال الفرقه ديال النهضه البركانيه سيمبا، فهما قاطعوا يعني هذيك الحصه التدريبيه اللي نورمال مدار بمركز التكوين ديال الفريق ما جاوش ما حضروش، لانه في هذه اللحظه اللي كنديروا هذا الفيديو هذا يعني في العشيه ديال يوم الخميس، فطبعا الفريق عاد شد الرحال ديالو من مطار محمد الخامس اتجاه مطار وجده انقاد، وبالتالي الفريق غادي يوصل وغادي يكتفي بحصه تدريبيه رئيسيه اللي هي غادي تكون ان شاء الله غدا على الساعه 8 بالملعب البلدي، وغادي تكون مفتوحه للزملاء الاعلاميين 15 دقيقه اولى. فيما فريق النهضه بركاني غدا غادي تكون عنده حصه تدريبيه على الساعه 11 وكذلك مفتوحه 15 دقيقه الاولى للزملاء الاعلاميين. هذه التفاصيل يعني ديال الفريق البرتقالي وكذلك البروغرام فقط. بالنسبه للتذاكر فعادي جدا على اننا نعنوهم دابا بان المباراه ستلعب بشبابيك مغلقه، والتذاكر اللي كطرحوا للبيع فهما كيطيروا، خاصه نعرفوا بان مباريات نهائيه ملعب بلدي صغير فكتكثر واحد شويه ديال السمساره، تكثر مجموعه من الامور، كتكثر السوق السوداء، وعادي جدا على ان التذاكر غادي يطيروا. غادي نرجع ان شاء الله وغادي نتكلم فيديوهات اخرين على كل التفاصيل كتعلق بهذه المباراه النهائيه. حياكم.